النهارده يكون يوم جميل جدا وهو موجود في اكاديميه المحترفين. كابتن اسلام النهارده بيواجدنا في مكان كبير جدا، وهو مجال بعض النجوم اللي موجوده في مدينه اجا. كابتن ناصر اللوزي يعني التاريخ ما لا ينسى عليه. النهارده معانا المهندس برضو شقيقه المهندس محمود اللوزي. بنرحب بيك في البدايه ونقول لك كل سنه وانت طيب. شيء كبير جدا النهارده، شيء رائع النهارده في وجود بعض النخب الموجوده، بعض الرؤساء، وشفنا دورات رمضانيه على اعلى مستوى في مدينه اجا، شفنا بعض الشخصيات على مدينه اجا، لكن النهارده موجودين في اكاديميه المحترفين. النهارده شيء يسعدنا ان في كرنفالات بنشوفها على الساحه في مدينه الدقهليه. اهلا وسهلا بكم، ربنا يوفقكم. طبعا الاكاديميه دي طبعا حاجه شيء جميل، وطول عمر اجا زي ما قال الحاج محمد الطاب، ده راجل قديم عني، عارف ان اجا طول عمرها منبع للعيبه ومنبع للدورات ومنبع لكل حاجه حلوه. واساسا دوره اللوز الرمضانيه دي كان في دوره اسمها بتتعمل بالليل، دوره اللوز الرمضانيه اللي كان بينظمها انا اللي كنت بنظمها، وكلهم عارفين، كباتن اجا عارفينها والكلام ده، وكانت بتطلع لعيبه، وكنت بجيب فرق من المنصوره وفرق من المحل. فطبعا الاكاديميه دي حاجه جميله لاجا، بتطلع الشباب، الشباب بيطلع يبعد عن الحاجات الوحشه، راجل بتطلع لعيبه ممتازين، وطبعا دي حاجه تشرف اجا وندعي لهم بالتوفيق. شايف النهارده رساله بتوجهها، رساله كبيره جدا النهارده في وجود بعض العنصر الشاب، العنصر الكابتن اسلام، يعني مسانده كبيره جدا النهارده. شايف في ظل الطقس الحر وظل الاجواء الحاره جايين النهارده بيستندوا ويتابعوا الشاب الكبير اللي هو من اجل اسعاد مدينه اجا بكامل. طبعا الكابتن اسلام البهلول ده حاجه شيء جميل ان هو يعمل اكاديميه زي دي وتكون ناجحه، وانت شايف الناس ملمومه حواليها ازاي، اولياء الامور والناس رجال الاعمال بتوع اجا، كل ده وعلى راسهم الحاج محمد الطيب. يعني دي حاجه ان هو يدعم الاكاديميه، دي حاجه جميله، ويدعم الشباب، واحنا كلنا بندعم الشباب وندعم الكابتن اسلام، ودي حاجه ترفع من اجا ومن شان اجا وتطلع ناس باسم اجا، لان طول عمر نادي اجا كان بيشرف المحافظه. كان نادي اجا معروف بشرف المحافظه. كان الكابتن ناصر اللوزي اخويا كان مدرب، وكان وصلنا لاعلى المستويات في فريق اجا، وصل لاعلى المستويات في اجا. بس يعني ايه، عايز دعم، عايز مسانده والكلام ده. والكابتن عادل فتوح عارف الكلام ده، وعارف ان طبعا اجا طول عمرها ولاده وطول عمرها بتطلع ناس كويسين، والكابتن اسلام يشكر ان هو هيطلع الشباب الصغير ده يبقى نخبه في اجا. نطلع نسمع ناس في النوادي الكبيره، نسمع ناس في عالميين ممكن، لان الحمد لله اجا يعني تشرف. لو كلمتك لو بعيد عن الاكاديميه واتكلم مع الفريق الاول عمل سنه اولى بصمه كبيره قدام بعبع الانديه الدقهليه، عمل يعني حدث ولا حرج، عمل كل حاجه في الدرجه الثالثه مجموعه الدقهليه. شيء كبير رائع جدا من اجل الكابتن عادل فتوح. يعني مش عايز اتكلم عشان مش هو قريب مني، لكن انا تابعته خلال الاجواء وخلال الدوري على القسم الثالث باقصى امكانيات. النهارده بيعمل جهد كبير جدا لاسعاد كابتن عادل فتوح ده انا عارفينه من زمان، وكان معانا في دوره اللوز الرمضانيه من اساسيات اللعيبه معانا، وراجل فاهم الكره كويس وبيدعم الرياضه وبيدعم النادي كويس، ويعني شيء مشرف لان هو ماسك النادي، والنادي وصل معاه لدرجه كبيره تحت قياده المدرب ناصر اللوز اخويا. يعني اجا كانت واصله خلاص، كانت هتوصل لدرجه اولى كمان ودرجه ثانيه. فيعني دي حاجه كويسه، ونقول له كتر خيرك واحنا معاك مساندينك وربنا يوفقك. الفترة الجاية فترة صعبة، دوري المحترفين دوري صعب جدا، كله بيستعد والاستعدادات بدري ان شاء الله. وانت بتقول، هو اتكلم معايا وقال لي ان شاء الله يا كابتن احنا قدها، وانت برضو زي ما بتقول برسالها انت برضو. ايوه انا برسالك رسالة، اجي قدها وقدوده فيها لعيبة على اعلى مستوى، وربنا يوفقهم، واحنا مساندينهم بكل حاجة، بقلوبنا بروحنا بمالنا. رجال الاعمال ما بتسيبش اجا، وعلى راسهم الحاج محمد طيب ده مدعم دايما، مش من السنه دي، من قبل كده، وغيره والاستاذ فوزي والكابتن ايهاب الفقي، وكل الناس دول يعني بنساند اجا، وعايزين اجا تكبر، وعايزين حاجه اجا تطلع للدرجه اولى كمان. نتمنى من ذلك، ونتمنى تطلع الدوري الممتاز. شكرا ليك. عفوا الله خير، شكرا ليك، انتم متشكرين. تسلم يا حبيبي.